مساء الخير او صباح الخير، ورجعنا لكم فيديوهات جديده. كان عندنا بس ضغط شغل مش عارفين نعمل فيديوهات. وكل سنه وانتم طيبين، وعيد اضحى عليكم وعلى كل متابعيني وكل حبايبي واخواتي. دايما هنتكلم عن نقطه. دايما ناس بتاع في حوار المشاكل بتاعه الموتوسيكل الالف او الار ار. بعد ما بيتقفل الموتور بيعمل رجه جامده او بيعمل خشونيه جامده. ده بيبقى سببه الترس بتاع التوازن. ترس اللي هو يعني ترس الاتزان، ترس الرعشه زي ما الناس بتسميه، بس هو اسمه ترس التوازن. اللي هو بيظبط رجه المكنه، ما يخليش المكنه خشنه، ما يخليش المكنه مظبوطه. طبعا الترس دوت ليه ظابطه. اهم حاجه نبقى محررين واحد واربعه، يبقى متحرر كويس متحرر. طبعا هو ما بيبقاش فيه ذنب في الترس ده. ساعات بفك الاقي فيه بيبقى فيه علامات بقلم كوليكتور، لكن هو المفروض اصلا ما بيبقاش فيه علامه. انت بتبقى محرر واحد واربعه وبتحرر. طبعا ده بيبقى المفروض متحرك. بصوا كده يا جماعه، قرب كده يا يوسف. ده بيبقى متحرر، ده المفروض يبقى متحرك. احنا بنثبته بطريقه عن يعني معروفه، في ناس عارفاها وفي ناس مش عارفاها، بس احنا بنثبته مكان الزومبه بتاعته الاساسيه. بنثبته وبنثبت هنا ان هو ايه، نبقى محررين الكرنك بيبقى متحرر اكنك بتظبط تقسيمه بالظبط. وبنظبط هنا. طبعا ما بيبقاش فيه اي زومبا ولا فيه اي علامه، هي بتبقى متحرره. اللي عارف النقطه ده، هو ده اللي بيسبب نقطه الخشونيه او نقطه الخشنه في المكنه او رجه الموتوسيكل. هو ده الترس ده، هو اللي بيسبب الموضوع ده. ولو ما اشتركش في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس واستنى فيديوهات جديده.